إحنا دلوقتي في شهر 9، أول شهر للعمل بقانون الإيجارات الجديد، وهو القانون 164 لسنة 2025. كل الناس قلقانة، وخصوصًا علشان موضوع تحرير العلاقة ما بين المالك والمستأجر والطرد بعد 7 سنين بالنسبة للوحدات السكنية و5 سنين بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية. الناس خايفة وقلقانة. إحنا هنتناول الموضوع ده بمنتهى البساطة، ونشوف هنعمل إيه فيه، ونشوف لو في حل للموضوع ده والّا لأ. طب بالنسبة للإيجارات، أنتم كلكم دلوقتي دفعتوا من أول الشهر ده 250 جنيه، تمام؟ طب في ناس كتير بتسأل، طب أنا عقبال ما يحددوا الإيجار للوحدة بتاعتي، الفروق دي أنا هادفعها إزاي؟ معقولة ممكن ييجوا يقولوا لي ادفعي الفروق دي مرة واحدة؟ طب لو ما دفعتهاش هاتضرب؟ طب إيه الحل وأعمل إيه؟ في الحقيقة القانون الحالي قسّم المناطق السكنية داخل جمهورية مصر العربية ل3 شرائح. مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. المناطق المتميزة قال إن هي هتزيد بنسبة 20 المثل، أو بمقدار 20 المثل. طب بالنسبة للمناطق الاقتصادية والمتوسطة هتزيد بنسبة 10 أمثال، أو بمقدار 10 أمثال. بس الفرق إن هيكون الأماكن المتميزة هتزيد ب20 المثل، بس بحد أدنى 1000 جنيه، لكن الأماكن المتوسطة هتزيد بنسبة 10 أمثال، لكن بحد أدنى 400 جنيه، والأماكن الاقتصادية هتزيد برضه 10 أمثال، لكن بحد أدنى 250 جنيه. بس الكل هيدفع من أول الشهر ده 250 جنيه أجرة موحدة، أيًا كانت الشريحة بتاعتك أو أيًا كانت المنطقة بتاعتك، لغاية ما الأحياء ما تنزّل لجان الحصر بتاعتها، وتشوف تقدّر قيمة كل منطقة وقيمة الإيجار لكل منطقة، وبالتالي هتعرف أنت الوحدة بتاعتك بتساوي إيه وأجرتها قد إيه، واللي المفروض الحي هيعلن ده ويختارك بيه. طيب أنا دلوقتي في منطقة متوسطة مثلًا، الإيجار بتاعي اتحدد له 500 جنيه، وأنا دلوقتي بادفع 250 جنيه. عقبال ما لجان الحصر خلّصت شغلها أعلنتني بالإيجار اللي أنا هادفعه إيه، وعرّفتني الإيجار اللي أنا هادفعه إيه، مَر مثلًا 5 شهور، 6 شهور، يعني مثلًا تراكم عليَّ لو الإيجار 500 جنيه وأنا كنت بادفع 250 جنيه في 6 شهور، يعني مثلًا 1500. دول هادفعهم إزاي؟ هادفعهم مرّة واحدة والّا هادفعهم إزاي؟ طبعًا أنتم ممكن تشوفوا 1500 مبلغ صغير وتقولوا هادفعه مرّة واحدة، لكن في أماكن هيكون الإيجار عالي جدًا، وبالتالي هيكون المتجمد أو الفروق عالية جدًا، فدول هيدفعوها إزاي؟ وخصوصًا إن الناس ظروفها متباينة، في ناس على المعاش، في ناس بتاخد معاش تكافل وكرامة، في ناس أرزقية يوم بيوم. دلوقتي القانون هيعمل معايا إيه، ياخد مني الفروق دي إزاي؟ في الحقيقة القانون قال إن الفروق دي هتتاخد منك على مدة مماثلة للمدة المتراكمة عليك، بمعنى أنت دلوقتي 6 شهور كنت بتدفع 250 جنيه، بس المفروض من الشهر السابع تدفع 500 جنيه، فأنت هتدفع بدل ال500 جنيه هتدفع 750 جنيه لمدة 6 شهور. يعني الفرق ال1500 دول اللي هم بتوع ال6 شهور هيتقسموا على 6 شهور جاية، فبدل ما هتدفع 500 مثلًا هتدفع 750 لغاية ال6 شهور ما يخلصوا والمبلغ ينتهي وترجع تاني تدفع ال500 جنيه. ده بالنسبة للزيادة للأماكن السكنية، أما الأماكن غير السكنية فهتزيد بنسبة 5 أضعاف. طب الأجرة دي هتكون ثابتة لمدة ال5 سنين للأماكن الغير السكنية و7 سنين بالنسبة للأماكن السكنية؟ لأ، هتزيد كل سنة بنسبة 15% من الأجرة اللي هيحددها لجان الفحص. طب حضرتك قافل العين وسايبها وقدر المالك يثبت إن أنت قافل العين لمدة سنة وسايبها، هتاخد إخلاء. طيب حضرتك سواء بقى حضرتك كنت مستأجر أصلي أو امتد ليك عقد الإيجار وقاعد في العين، بس ليك وحدة تانية وقدر المالك يثبت إن أنت ليك وحدة تانية، سواء الوحدة دي تمليك أو إسكان اجتماعي أو أيًا كانت الوحدة وصالحة إن أنت تعيش فيها،
برضه هتاخد إخلاء مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء التانية الموجودة في القانون رقم 136 لسنة 1981. وده كانت نبذة مختصرة عن اللي هيحصل في الفترة الحالية واللي انت هتعمله في الفترة الحالية علشان تكون مستعد ليه وتشوف هتعمل ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنساش تدعمني بلايك وشير علشان الفيديو ينتشر وناس تانية تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.